ناديك ولا تروح لحالك دغري؟ يلا طب محمد عبد الله فرح جلود. كم عمرك؟ كم عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات. طيب احتاج تطلع في هذا علم الجزائر، احمل لك اياه انا؟ ارفعه عاليا. ايه. احتاج حتسمع السؤال تنظر الى الجمهور حتى تبهره، فقد تكون الفائز. اذا نطلب من الدكتور سلطان العميمي توجيه سؤال لمحمد عبد الله فرح جلود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقد أضفتم وبنيتم صرحا ثقافيا رائدا يضاف إلى الصروح الثقافية في دولة الإمارات، في هذا البلد المعطاء، وفي العالم العربي وفي العالم أجمع. سؤالي لك يا ابني، لماذا تقرأ؟ وما الذي يدفعك للقراءة وأنت ما شاء الله في هذا العمر المبكر جدا؟ أقرأ لأتعلم، وأنا تلميذ أحب القراءة كثيرا، لأن القراءة ضرورية لحياتي الفكرية كالطعام الذي آكل والماء الذي أشرب والهواء الذي أتنفس. إنها غذاء العقل والفكر، وهي فريضة إسلامية وليست من الكماليات كما قال الأديب عباس محمود العقاد. ولأن القراءة هي مقياس الحكم على الشعوب، ولذلك عندما سئل الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس كيف تحكم على إنسان، قال أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. والشيء الذي يدفعني إلى القراءة هو حلم المقدس الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالقراءة، وهو أن أصير عالما كبيرا كأمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من العلماء. حبيبي حبيبي. تمنيته لو أنه ابني. ما شاء الله عليك، حاسبهم 59 ثانية. لديكم الآن دقيقة واحدة لنصوت، ولجنة التحكيم ستقيم الإجابات خلال دقيقة واحدة. لا يوجد خاسر بينكم، كلكم فايزين، كلكم. الأرقام طبعا موجود، رؤى 1 وولاء بقالي 2، محمد فرح 3. لديكم الجهاز للتصويت. الشيخ محمد صوت. الشيخ حمدان يصوت. في أعصاب ولا لا؟ قارئ ولا بيان نصف دقيقة. أنا حاسس الكل حسم أمره. طبعا هؤلاء فازوا ب 80% من العلامات سابقا. مصطفى أنت صوت؟ صوت؟ أنا صوت بقلبي. بقلبك خلاص. ما بيحق لي أصوت خارج النص. بيان كيف توقعوا الفوز؟ اللي يفوز راح نزقف له، واللي ما في خاسر، كلياتنا فائزين. إذا انتهى الوقت، الوقت انتهى، وبعد لحظات سيأتينا الجواب. من هو؟ وصلتم إلى قرار؟ وصلوا إلى قرار. سنعرف من هو الفائز. لسه في مداولات. أي صف أنت؟ أول ابتدائي. يعني كل جامعة أنت، مش أول ابتدائي. ما شاء الله عليك. والله عباس محمود العقاد لازم فورا على الجامعة. رؤى أي صف؟ هلا رابع. تمام ما شاء الله. ولا ثالث ثانوي. ما شاء الله ما شاء الله. هل من فائز؟
فلسطين، الجزائر والبحرين. لا، الفائز العرب جميعا. نعم العرب جميعا، العرب ولكن جميعا التحدي فازوا. هنا 3 مليون ونصف من 3. الطلاب فازوا، زادوا من معرفتهم، تسلحوا بالمعرفة، تسلحوا بالثقافة. هذا رصيد لهم لحياتهم. نعم. لا يمكن أن يؤخذ منهم أبدا. وكلنا فائزين. نعم، كلنا فائزون. يبدو التصويت، نحن ديمقراطيون، تصويت لكن 10% ليس على النتيجة كلها. حسمتم أمركم اللجنة؟ لجنة التحكيم الآن حسموا أمرهم. يبدو لي لدينا فائز في مظروف يفوز مريم بالمركز الصابري الأول. إيش اسمه الشيخ؟ تفضل. ندعو الآن راعي الحفل، هذه المبادرة الملهمة التي جددت عقل الأمة وبثت فيها روحا جديدة من الأمل، القائد الذي لم يكتفي بصناعة هذا الحراك المعرفي الفريد، بل قرر أن يصنع بالمعرفة قادة المستقبل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. سيدي، أدعوك إلى المنصة. كما ندعو أيضا أمين عام القراءة العربي، تحدي القراءة العربية، الأستاذة نجلاء الشامسي، فلتتفضل على المنصة. بطل أول تحدي للقراءة في دورته الأولى 2015-2016 حسب تصويتكم وحسب رأي اللجنة وحسب الاختبارات السابقة. محمد جلود من الجزائر. لا يوجد خاسر أبدا. صاحب المركز الثاني رؤى حمو من الأردن. وصاحبة المركز الثالث ولاء البقالي من البحرين. صاحب السمو، لدينا أيضا فائزون من كل الدول التي شاركت. أصحاب المراكز الأولى سأذكرهم حسب الترتيب الأبجدي: فاطمة أحمد النعيمي من الإمارات، ياسمين صلاح سالمي من تونس، مها فؤاد الجار من المملكة العربية السعودية، عصام صلاح المحمدي من المملكة العربية السعودية،
عهد خالد محمد الأمين من السودان.